أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عجبت للشمس من في الصبح يظهرها ومن وراء الدجى في الليل يخفيها. عجبت للطير في السماء سابحة تسعى على رزقها في جد ورزق اليوم يكفيها. عجبت للأم تؤتي اللبن إن ولدت وإن لم تلد لا لبن يأتيها. عجبت للأرض تؤتي الخير للناس الشرك يرجمها والكفر يؤذيها من الذي أجبرها بإخراج ما فيها. عجبت للسماوات العلى من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال الرواسي من الذي ثبتها وفي الأرض مرسيها. عجبت للحية الرفضاء تحيا بين الصخور وليس بين الصخور ماء يرويها. سبحانك ربي ما لك من إله تبلي العظام وإن شئت تحييها. وأصلي وأسلم على بدر الكمال وكمال الكمال وكمال الوجود صاحب سر الأسرار الإلهية التي أرضعته حليمة السعدية. سلامي على من قال للناقة من أنا فقالت أنت رسول الله. سلامي على من قال للضب من أنا فقال محمد أرسلت للأمم. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى. سلامي على الممدوح في النون والقلم. ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله صلى عليه مقرون بين أنفاسي. وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين دلاسي. وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس. فوالله يا رسول الله لو قدر لي الاتيان لآتيتك سعيا على قدمي أو مشيا على راسي فديني لنفسي ودين الناس للناس. أيها الإخوة الأماجد لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى.
بكت عيني وحك لها بكاها على فقيد الشباب، على فقيد الشباب الاسطى حمادة ابو حلوش الذي ما علمنا عنه الا طيبة قلبه وحسن اخلاقه، الذي ما علمنا عنه الا انه كان مصليا، الذي ما علمنا عنه الا شجاعته وكرمه ورحمته وعطفه وواصلا للارحام. اسأل ربي جل وعلا من اسعد لياليه بكت عيني وحق لها بكاها على الاسطى حمادة عليه سلام الله، عليه سلام الله في جنان اكلها دائم وظلها لا يزول. عموم الرجولة والأدب والشهامة والكرم بمركز ومدينة القريب وعائلات وأسر الحلواني نسبا وصهرا يشاركون العزاء مشاركة لإخوة أشقاء الحاج جميل أبو حلوش والأسطى إبراهيم أبو حلوش والأستاذ محمد أحمد حلوش عميد العائلة الموقر الحاج فارس ابو حلوش والمعلم علي ابو حلوش والاسطى هيثم ابو حلوش والاسطى احمد اسماعيل حلوش والعملة النادرة المعلم احمد ابو حولش. شارك العزاء من الانساب والاصهار المعلم اشرف الحلواني والمعلم حسن الحلواني والمهندس ايمن الزهيري. شاكر باسم الجميع كل من وسانا في هذا اللقاء. اسعد مع حضراتكم رمضان حافظ من اسرة المذيعين من هنا وما ادراك ما هنا. هنا مؤسسة الحاج عطية غانم العباسي للفراشة الحديثة تحت ادارة عمدة الواجب والادب الحاج محمد عطية غانم العباسي. من على ميكروفون المهندس محمد عمر ابو عبده كفر عجيبة هي عميد الصوتيات الاول اخي وحبيبي مخرج هذه الليلة المتألق دائما صاحب المليون مشاهدة مؤسسة الليسي تحت ادارة المهندس سمير الليسي. خدمة فندقية متميزة تحت ادارة المتر احمد ابو كبشة. وشرفت باعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ خالد العباس، فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد دمعة ربيع، فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان ابو الحسن. يطيب هذا اللقاء ويسعد هذا المساء باعلام دولة التلاوة في هذا المكان الذي توج باهل الواجب في تكريم فقيد الشباب. القرآن الكريم هو مأدبة رسول الله مع علم من اعلام التلاوة سليل بيت القرآن الكريم وتربى في بيت عشعش فيه القرآن. سطر طريقه في ساحة التلاوة بحروف من ذهب وبماء من نور. اخلص في تلاوته للقرآن فنال الرضا من الرحمن الا وهو فضيلة القارئ الشيخ الاستاذ خالد العباسي القارئ والمقيم بالكويت. اسأل ربي ان يفتح علي ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. يحبون الله فاتبعوني
قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا مبدع الخلق من ماء ومن طين يا من لك الأمر بين الكاف والنون يا من خزائنه ملأى بلا عدد وفي عطائك بر غير ممنون يا من حبوت بإسماعيل والده ويا من حفظت ببطن الحوت زنون جلال نورك في الدنيا بأكملها قبل الصباح وقبل الشمس يهديني كل جمال له حد. أما جمال فضيلة القارئ الشيخ الأستاذ خالد العباسي في آل عمران ليس له حد. كانت التلاوة العطرة أولى فقرات هذه الليلة التي أقيمت تكريما لفقيد الشباب الذي أبكى الجميع وله في قلوب الجميع حب. الأسطى حمادة أبو حلوش أسأل ربي جل وعلا أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليه. الشكر موصول معلم متولى العكر عموم عائلات وأسر آل حلوش الأعلام أهل الرجولة والأدب والشهامة والعلم وعائلات وأسر الحلواني نسبا وصهرا يشاركون العزاء مشاركة لإخوة الأشقاء الحاج جميل أبو حلوش والأسطى إبراهيم أبو حلوش والأستاذ محمد أحمد حلوش وعميد العائلة الموقر صاحب التاريخ المشرف الحاج فارس أبو حلوش مشارك العزاء المعلم علي أبو حلوش والأسطى هيثم أبو حلوش والأسطى أحمد إسماعيل حلوش والعملة النادرة المعلم أحمد أبو حلوش والمعلم أشرف الحلواني والمعلم حسن الحلواني والشكر موصول للمهندس أيمن الزهيري. شاكر باسم الجميع من داخل مؤسسة الحاج
الحاج عطية غانم للحفلات الكبرى واستعداد تام لجميع المناسبات تحت إدارة أمير الواجب والأدب الحاج محمد عطية غانم العباسي وأولاده. شاكر لعميد صوتيات الأول المسموعة والمرئية على مستوى محافظة الشرقية مهندس محمد عمر أبو عبد الكفر عجيبة هي. شاكر لأخي وحبيبي مخرج هذه الليلة وحدة الليسي صاحب المليون مشاهدة تحت إدارة المهندس سمير الليسي. خدمة فندقية متميزة تحت إدارة المتر أحمد أبو كبشة. القرآن الكريم هو مأدبة رسول الله